والمشرعين اللي بيحاسبوا الرئيس وبيحاسبوا الدوله قال عملوا لي دستور ما فيه محاسبه الرئيس، والرئيس هو رئيس مجلس وزراء والقائد العام لجيش القوات المسلحه ومعه الماليه ومعه الخارجيه ومعه الداخليه، وهو رئيس مكتب الامن القومي وهو رئيس المحكمه الدستوريه وهو رئيس الجمهوريه وهو القائد العام لجيش القوات المسلحه، والبنك المركزي صار تابع للقصر الجمهوري، وشركات الطيران تابعه للقصر الجمهوري، والبترول صار تابع للقصر الجمهوري، لك شو سوي الدوله؟ وين الدوله صارت؟ الدوله صارت احمد الشرع. فليش هيك عم يساوي السيد الشرع؟ ما بعرف. يعني انا هذا برسم الشعب السوري، ليش هيك عم يساوي؟ بيقول لك الظروف، ظروف شو؟ ما عم تقدروا تشكلوا دوله صار لكم 7 اشهر. لازم اول اسبوع، ثاني اسبوع، ثالث اسبوع تصير في دعوات، يشكل مؤتمر وطني، بعد اسبوع يجتمعوا، بعد اسبوع يجتمعوا 20 30 اجتماع ما كنا عملنا بها 6 اشهر، الا ما ينبثق منهم شيء. لا، قرر الرئيس عملوا اجتماع كل واحد بيحكي 10 ثواني، الله معكم. نادوا لنا السيده هند ابوات من المسيحيه، يجيبوا لنا واحد درزي، يحطوا لنا واحد كردي عايش بالمانيا على حسب مشاركنا، واللي حكوا شو صلاحيات وزراء ولا شيء. مين رئيس الوزراء؟ رئيس المجلس هو احمد الشرع. طب الدستور مين بيكتبه؟ سيد احمد الشرع. طب الجيش، سلطه الجيش اللي هو القوه الضاربه بيد احمد الشرع، والداخليه احمد الشرع، والخارجيه احمد الشرع. طب اللي بيحاسب اي فساد وخطا بيصير بالبلد، المحكمه الدستوريه العليا رئيسها احمد الشرع. مكتب الامن القومي اللي بيشرف على الاجهزه الامنيه رئيسه احمد الشرع. نقابه الفنانين، الاساتذه الجامعه عم يعين احمد الشرع. هي لازم التعيين يصير من وزير العدل، وزير التعليم العالي. قرر المصدوب الرئاسي بتعيين فلان رئيس جامعه مدري وين بالله، الرئيس الشرعي يعين رئيس المدرسه الفلانيه. ما بعرف شو البلد هي، ما عم بفهم شو الدوله. مو حالنا نسال يا سياده الرئيس، هذا اسمه تحرير على الدوله؟ جين كنتوا تتضايقوا وتقولوا انه صرتوا تبعتوا لي واسطات مع بعض الاصدقاء يعني بيني وبينكم، انه قولوا للاستاذ سمير يخفف علينا، والله نحن حملنا ثقيل وكذا. انا عم بنتقدكم، ما عم حرض عليكم. نحن فزينا على الاسد اللي كان ماسك ربع الصلاحيات تبعك. طب نحن شو يعني نستغلوا فرحه الناس او خوفهم من عوده الاسد وعم نسوي اللي بدكم اياه؟ ما بصير هيك يا سياده الرئيس. بعدين انت رئيس مؤقت يا اخي العزيز، ما بصير تعمل اتفاقيات مع اسرائيل وعم تفاوض وفاتين لعندك وطالعين من عندك. انا ماني ضد السلام، بس مو صلاحيتك. مو صلاحيتك، انت رئيس مؤقت. شغله الرئيس المؤقت يهيئ المناخ لانتخابات رئاسيه ولتشكيل حكومه وكتابه دستور للبلد، ورسم ستايل بوك تبع الدوله، الهويه البصريه تبع الدوله، كله انت عم تساويه. لكن العالم نايمه بالمخيمات، نحن عم نشتغل على الهويه البصريه. فوضى ضاربه اطنابها بالبلد، لا ما في مؤتمر وطني، تهديدات بين قسد وبين الشام وبين الشمال وبين الجنوب، وانت عم تدوري على الهويه البصريه. في امور ملحه اكثر. ما بيردوا راسهم يابس وعنيدين بالحقيقه، يعني عنيدين جدا، شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي وغير عادي على الاطلاق. يعني ما بعرف كيف بدها تمشي الامور بهي الطريقه، يعني بهي الذهنيه وبهي عم يقولوا لي الشباب يحكي عن الطفل اللي مات بالرقه. طبعا طالعت الحكومه قياده الاسايش، في طفل مات بالرقه نعم برصاص احد عناصر الامن التابعين لقوات الاسايش اللي موجودين بمدينه الرقه. اسايش يعني شرطه. طالعت بيان اليوم ارى لكم اياه. نحن عندنا بيموت عالم وبتروح كنايس وبيموت اطفال وبيموت شيوخ وبيموتوا نساء وبيموتوا اطفال، وهذا بيلاقوا جثه بالبستان وهذا بيلاقوا مدري شو، والدوله بتعمل حالها ما لها خبر وبتقول كذب. على الاقل اسايش اعترفوا بالجريمه. يحكي عن الطفل، يا الله يرحمه يا رب ويصبر اهله. تعازينا الحاره لاهلنا بالرقه، ابننا هذا كمان. مين اللي يكون القسد ما عندهم فساد او الاسايش ما عندهم فساد؟ في طبعا. طلعوا بيان اليوم الاسايش احد اعضائنا عناصرنا مسؤول عن مقتل الطفل علي عباس في الرقه، الله يرحم الطفل علي عباس وتعازينا الحاره لاهله، ويجب ان يحاكم باشد العقوبات المجرم الفار، لانه هرب، قتل الطفل وهرب بعد